صباح الخير. التور النهاردة في النادي الأهلي فرع التجمع الخامس بعد افتتاح المرحلة الأولى بالكامل وتشغيلها بالكامل. هوريكم كل حاجة، هوريكم الملاعب. أنا كنت صورت في القناة قبل كده النادي وهم شغالين في إنشائه. دلوقتي الفيديو ده للمرحلة الأولى بعد انتهاء افتتاحها وانتهاء كل حاجة فيها، ومنتظرين الشغل في المرحلة التانية ان شاء الله، اللي هي هيكون فيها البيسين والجيم والملاعب المغطاة. هنشوف دلوقتي المرحلة الأولى وصلنا لفين فيها. نادي الأهلي فرع القاهرة الجديدة التجمع الخامس منطقة بيت الوطن. احنا دخلنا من البوابة اللي قصاد كومباوند الطمية، دي البوابة الخلفية. الطريق عندها ممهد فالأفضل تدخلوا منها. اول ما بتدخلوا زي ما شفنا المطاعم على ايدينا الشمال، بعدين في وشنا على طول الكيدز اريا مكتمله و ريدي ان الاطفال تيجي تلعب في اي وقت. ودلوقتي احنا ده كافيه موفنبيك، عصاير وايس كريم، ده اللي بيخدم المنطقه بتاعه الكيدز اريا ومنطقه البحيره. كده احنا نازلين، ده المبنى الاجتماعي على يميننا، وده الاكوا بارك شغاله، ميني اكوا بارك. دلوقتي هننزل ناحية البحيرة، ودي احلى قعدة في النادي، قعدة الروقان والجمال كله. بصوا الجمال والرواق. انا لفيت النادي كله على رجلي عشان اوريكم تفصيلة تفصيلة في المرحلة الاولى للنادي الاهلي فرع التجمع الخامس. طبعا كمية من الكراسي والاعداد كبيرة جدا، مهما كان النادي زحمة في اي يوم من الايام هنلاقي مكان يستوعب الناس دي كلها. وده المبنى الاجتماعي هندخله دلوقتي كمان شوية واقول لكم تفاصيله كلها. ادي المطاعم الموجودة في منطقة الليك، ستاربكس على الشمال، والمطعم ساندوتشات وكريب وعصاير. ودي شاشة العرض الكبيرة بنتفرج هنا على الماتشات بتاعة الاهلي. ودي القاعات المغطاة. ندخل بقى على الملاعب. الالعاب المتاحة دلوقتي في النادي الاهلي هي التنس، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطايرة، وطبعا كرة القدم متاح الاشتراك فيها خلاص من دلوقتي. دي ملاعب التنس، دي ملاعب كرة اليد، ملاعب الباسكت، وطبعا ملعب كرة القدم متاح فيه التدريب، والاولاد اوريدي ابتدوا التمرين فيه. دي منطقة الملاعب كلها اللي خلصت، احنا لسه في المرحلة الاولى ملعب اليد. دلوقتي احنا في طريقنا للبوابة الرئيسية للنادي اللي هي بتدخل على مبنى الاشتراكات اللي هو قدامنا ده. ده باركينج. هو ده المبنى الاجتماعي من ورا، هندخله دلوقتي مع بعض بعد ما خلص. تواليتات كلها كده. المبنى الاجتماعي قعدتي المفضلة بصراحة. زي ما هنشوف في الفيديو النادي كله مزود برامبات عشان كبار السن او لو في كراسي متحركة. دي من الملحوظات بصراحة اللي بسطتني قوي. احنا دلوقتي في طريقنا للنادي الاجتماعي.
واحلى حاجه فيه، استنوا هتشوفوها معايا، اقول لكم احلى حاجه فيه بالنسبه لي بصراحه. دي كده الاعداد بتاعه المطعم الرئيسي مورانو، ده المطعم الرئيسي في النادي الاجتماعي. دي القعده بتاعته الاوتدور. هندخل دلوقتي المبنى، خلص وعلى اكمل وجه وجاهز لاستقبال الاعضاء في اي وقت. ودي احلى حاجه فيه اللي قلتلكوا عليها، اللي فيه اسانسير. ده المطعم على الشمال اول ما بندخل من الباب. الفيديو تفصيلي اكنكم بالظبط رحتوا فرع النادي، عشان لو حد حابب يتفرج عليه عايش برا مصر او المكان بعيد عنه او اي حاجه، يتفرج على الفيديو اكنه بالظبط زار النادي. يا الاسانسير بتاع المبنى الاجتماعي. هنطلع الدور ام، في صاله بلياردو. المكان طبعا مكيف كله بالكامل. دي صالة البلياردو. والدور الاول اللي فيه بقى القعدات بتاعة الهدوء والرواق كلها، في 3 قاعات للاعضاء. دي اول قاعة على يميننا، وطبعا التواليتات في وشها. دي بتبص على فيو النادي بالكامل. والقاعة بقى اللي جنبها وهي دي اللي انا بفضلها، عشان فيها تراس خارجي بتكون القعدة فيه في الشتاء تحفة، الجو بيبقى حلو قوي، وفي نفس الوقت بتكون قاعد وشايف النادي كله قصادك من فوق. هقول لكم دلوقتي من فوق كل حاجة في النادي ايه. اللي على الشمال ده الجامع. البحيرة في النص. الملاعب كلها على ايدينا اليمين، اللي في وشنا دي القاعات المغطاة. وده مبنى الاشتراكات. الليك الجميلة. وراها على طول الكيدز اريا، منطقة لعبة الاطفال، والاكوا بارك على طول قصادها، وقدامها غرفة تغيير الملابس. وهي دي المرحلة الأولى للنادي الأهلي فرع التجمع الخامس. تفاصيله: اشتراكه ب400,000، 25% مقدم والباقي على 5 سنين، في شيكات بنكية. لو هتشتركوا انتوا برا مصر لازم اللي هيروح يبقى معاه توكيل. في تقسيط لمدة 6 شهور بدون فوائد. والاشتراك شامل فرع التجمع الخامس فقط. ده الجامع مكتمل والناس بتروح تصلي فيه صلوات العيد كلها. في مكان للسيدات طبعا هنشوفه دلوقتي. تواليت في الاول عشان السيدات بتتوضى، وده مكان اللي بنحط فيه الشوز. جميل قوي ومحندق كده، وفي روح جميلة قوي ومنظم. اماكن قراءة القرآن. وده الجامع من جوه. خلاص كده دي كانت التور في النادي الاهلي. انا مشيت على رجلي النادي كله عشان اوريكم تفصيلة تفصيلة.
اشتراك الزوج او الزوجة او الاب والام 9.5 تقريبا، والابناء 550 لكل طفل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا صورت لكم بالتفصيل الممل كل حاجه وخدتكم معايا التور اكنكم بالظبط رحتوا النادي. عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير everywhere، وحظ سعيد لكل الناس اللي نفسها تشترك في النادي الاهلي. ودي البوابه الخلفيه، وباي باي.